ونتكلم الآن عن أحكام الميم الساكنة. الميم الساكنة أيها الإخوة أمرها سهل جدا، أحكامها ثلاثة. أحكامها ثلاثة. إذا أتت الميم الساكنة وبعدها ميم مثلها فإننا ندغم الميم الأولى في الميم الثانية، وهذا كنا تعلمناه لما تكلمنا عن قول إمامنا الجزري: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، يعني إذا جاءك حرفان متماثلان والأول ساكن فعليك أن تدغم الأول في الثاني. ففي تلك القاعدة الكلية دخلت كل حروف الهجاء، وهنا حرف خاص من تلك الحروف العامة، وهو إذا أتى ميم بعدها ميم فعلينا أن ندغم الأول في الثاني. الإدغام كما مر الإدغام كما مر معنا تعريفه أنه في اللغة الإدخال. تقول العرب: أدغمت السيف في غمده، تقول العرب: أدغمت اللجام في فم الفرس. هذا من حيث اللغة. أما في تعريف الأئمة هذا المعنى اللغوي، يعني الإدغام الإدخال. لكن عند الأئمة ماذا يعنون بالإدغام؟ يعني أن يرتفع المخرج ارتفاعة واحدة عن حرفين متماثلين. عبروا عنه فقالوا: هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة. انظروا إلى فمي، لو قلت أنا: لكم ما كسبتم، بالله انظروا، لكم ما، كم مرة أطبقت شفتي؟ أطبقتهما مرتين، المرة الأولى عن الميم الأولى والمرة الثانية عن الميم الثانية. لكم ما، فكررت العمل مرتين من المكان نفسه. والإنسان أيها الإخوة بطبعه يميل إلى السهولة، لذلك كانت العرب بدل من أن يطبقوا المخرج مرتين يطبقونه على الميم الأولى الساكنة ويجافونه، يعني يباعدونه عن الميم الساكنة الثانية. بدل أن يقولوا لكم ما يقولون لكم ما، لكم ما، فيطبقون على الميم الساكنة ويباعدون عن الميم المتحركة، فاستعملوا المخرج مرة واحدة بدلا من أن يستعملوه مرتين. هذا فيه توفير للجهد العضلي واقتصاد في الجهد العضلي وأريح، يعني فلذلك الإدغام يعني هو أمر يفعله الإنسان بالفطرة ميلا نحو السهولة في النطق. إذن إن رأينا ميما ساكنة وبعدها ميم متحركة فعلينا أن نرفع المخرج عن الميمين ارتفاعة واحدة. بدل أن نقول لكم ما نقول لكم ما. فلما نقول لكم ما وندغم الميم الأولى في الثانية تصبح الميمان ميما واحدة مشددة. ومنذ قليل درسنا أن الميمين إذا اتحدتا فصارتا ميما مشددة عندئذ تحتاج إلى غنة أكمل ما تكون. إذن لابد عند إدغام الميم في الميم من أن نمط، يعني نطول غنتها. فبدل أن نقول لكم ما نقول لكم ما. أعيد: لكم ما. أمر سهل بسيط. هذا هو الحكم الأول من أحكام الميم. نرى على اللوحة ذلك الحكم الذي رأيناه منذ قليل، بأن الأحكام الميم الساكنة كما رأينا على اللوحة ثلاثة: إدغام وإخفاء وإظهار. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها. نعم، الإدغام في اللغة الإدخال. تقول العرب: أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته فيها. نعم، اللوحة اللي بعدها: وتقول العرب أيضا: أدغمت السيف في غمده، أي أدغمته أي أدخلته فيه. نعم، هذا هو التعريف اللغوي. أما من حيث الاصطلاح فنرى على اللوحة أن الإدغام اصطلاحا هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. هذا هو الإدغام أيها الإخوة، ومثلنا له بالإدغام الميم في الميم.
اللوحة التي بعدها الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة الإدغام. تدغم الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الميم مع تطويل الغنة أكمل ما تكون، نحو لكم ما لهم من الله. لاحظتم كيف أن الميم الزرقاء دخلت في الميم الحمراء بعدها فصارتا ميما مشددة. لكم ما كسبتم ما لهم من الله. هذا هو الحكم الأول للإدغام، أمره سهل.